هلا بنات. اليوم عندنا طريقة الأخبانة. شوف شلون اليوم راح نرسم الطريقة على الورق حتى يكون عندك واضح شلون ترسميها على العباء. طبعا هسه بدينا هاي العباء كلها عرضها كله. هنا بدينا شوفي هذا الارتفاع هي منطقة الردن. طبعا بديناها من بداية العباء منها وهاي الردن الثانية لحد نهايتها. شوفي هاي الارتفاع الثاني الردن الثانية. هنا ايش عندنا هذا الوسط، وسط العباء اللي هو جوا قطعة الراس. شوفي هذا يلاقي قطعة الراس من فوق، هنا يصير خط عدل. عرفتي؟ هسه شوفي هاي العباء قطعتين، هي طبعا فجتين، الفجة الأولى والفجة الثانية راح نطبقهن. وتعرفوا إنه الخياط لازم يكون دي جوا، يعني من نقلب العباية يكون الخياط شوفي نقلبه بالعكس، كل جهة الخياط يكون لي برا مو لي جوا، يعني على حاليا من الخيط يطلع عندنا لي برا، بس من نقلبها يكون للداخل. تتأكدين من قياس العباء يكون صحيح. العباء من تطبقيها تكون عدلة، يعني ما بيها زيادة من جوا. مفروض تدنبسيها على مود ما تزحف عدش. شوفي هسه هنا راح نأشر المكان اللي نريده. طبعا هذا التأشير هو مو طول المرة اللي نريدها أو الزبونة، لا، هذا إحنا نسوي شي طريقة نخيطها حتى من ناخذ طول الزبونة أو قياسها يكون عندنا سهل جاهزة، بس ناخذ القياس. شوفي ونخيطها هنا بخياط طبعا تكويك مو خياط ناعم على مود هذا نفتحه بعدين، بس مجرد نثبت العباية بخيط عادي، شمرات بعيدة، أي لون الخيط طبعا وأي نوعية. هاي مجرد هيجي تكويك ناخذ طريقتها. هسه احنا بدينا شوفي شلون هسه أنا طبقت العباء عدل. هنا يكون قياس واحد وخليت دنابيس حتى العباء ما تزحف ويتغير قياس العباء الفوق عن الفجة جوا، يكون قياس عدل مخلية دنابيس. هسه شوفي كملنا. شوفي هسه وصلنا جوا الردن، طبعا صعدنا للردن وهسه جوا الردن راح تصير 8 تقريبا، مثل 8 شلون الجبل، ونرجع ننزل. شوفي من جوا الردن هسه ننزل لي جوا نخيطه هم نفس الحالة تكويك، شمرات بعيدة بالخياط، مجرد انه هون نطبق القماش قلنا الفجتين سوا. هسه صار عندنا شوفي جوا الردن مثل الجبل، راح تنزل هذا الخياط ينزل كله. شوفي بالطباشير احنا الراسمين نخيطه. تأكدي انه تصير 8 او نهاية هاي القوس جوا الردن عدل حتى ما تصير عوجة. شوفي هسه ننزل كأنما سوينا جبل جوا الردن، صعدنا من بداية الخياط جوا الردن، هسه نرجع ننزل الوسط العباء. وسط العباء شي يلاقينا قطعة الراس. قطعة الراس هذه يصير جواها خط عدل. شوفي خط عدل واضح. شوفي جوا قطعة الراس ننزل وياها عدل، نخلي هنا طبعا العباء مبينة مايلة لأنه التصوير صفح، إنما هو خط عدل يجي. ومن عندهم الصاعدين نفس الشي للجهة الثانية اللي هي قطن جوا الردن نفس الحالة. شوفي هم هنا نكوكها كلها شمرات بعيدة بالخياط قلنا. هذا كله بعدين ورا ما ناخذ القياس ونخيطه بخيط ناعم، هذا كله نفتحه الخيط نوخره، لأنه هاي مجرد قياس هيجي نثبت بيه العباية طريقة حتى يكون عندك سهلة، خاصة المبتدئات ما تحيرين شلون تاخذين يعني قياس المرة، لأن انت العباءة عندك ثابتة. هذا طول انت ما تمشين عليه، هذا مجرد تثبتين العباية وطريقة الأخبانة شلون، بعدها تصير سهلة عندك، بس مجرد تخلين الدنابيس تطلع سهلة، تمشين على الدنابيس تخططين
تطلع عندك العباءة سهلة. هاي طبعا قلت هنا أنا ما أعرف طول المرة، مجرد دا أقيس هذا. هاي الطريقة سهلة للي دا يتعلمن، كلش سهلة وأسهل طريقة تقريبا. هسه شوفوا وصلنا الجهة الثانية نفس الحالة، هم نفس الحالة. شوفوا هنا هسه هاي الطريقة، احنا هنا صعدنا حتى لو مو عدل، هذا مجرد هيك تكويك يعني. شوف هاي البداية، قلنا بدايتها مثل الجبل. هاي جوا الردن، هذا الظهر. طبعا احنا وصلنا هنا الظهر. شوفي سويته بخيط أبيض نصه يعني مود يصير واضح. اي هسه لبسناها للزبونة اللي هي صاحبة العباءة. طبعا ناخذ قياسها هنا، ناخذ قياسها بدنابيس أبو راس على مود نمشي عليه بالخياط. هو هذا طولها، شوفها من جوا على طولها. هنا أتأكد من طولها، أخلي الدنبوس حتى أمشي على هذا القياس أخيط. شوفين هنا لما نخلي دنبوس أبو راس هكذا. نفتر العباءة طبعا هي كلها هيجي، بس هسه أنا سويت لشان البداية نخيطها وأرجع أكمل الطريقة شلون بالنهاية. شوفوا هاي البداية. هسه عندنا هنا الحد. طبعا هنا أنا أخذ دائما حد أوصل الردن أخيط وأرجع أكمل الجهة الثانية أو الورا. شوفي سهل جوا الردن، ترفعين الردن طبعا حتى تصير عدلة، وهم تاخذين القياس. شوفي هاي طبعا عندك من جوا العباية صارت على طول المرة، يعني انت تاخذين طولها اللي يكون تقتنعين منه قياسها هو شلون تحبي. مثلا طول العباءة مثلا وسط أو شوي بها قصر أو بها طول، بعد حسب على ذوقها. احنا أخذنا قياسها هنا. هسه طبعا ناخذ العباية على مود نخيطها. شوفي هذا القياس عندنا. طبعا هاي شوي مثل الكسرات أو شوفي الفتحات، لأن الدنابيس واحد عن واحد بعيد، بينما دا يجي خياط ناعم لا. شوفي هنا هسه أخذت قياس الدنابيس. شوفي وين حاطة الدنابيس، أخذت المكان مالتهم بالطباشير. شوفي كله هنا. طبعا بعد الدنابيس ما نحتاجهن، نوخرهن نسحبهن، يعني القياس عندنا صار واضح. شوفي الدنابيس اللي خليناهن نشيلها. هسه طبعا نعدل العباءة. شوفي هسه ايش طلع عندي. هسه بالطباشير نقيس المكانات اللي أشرناها، بس نجيب خط عدل. شوفي هو يطلع عندك خط عدل، يعني حتى لو مثلا تشوفين اكو مثلا اختلاف، لا امشي على الخط عدل. شوفي هذا خياط عدل يكون حد المكان اللي مأشري كله نشتغله، وبعد ما يخلص طبعا نرجع نأشر أو نقيس العباءة من جديد. نرجع نلبس إياها أو تلبسة وحدة طبعا تقيسيها كلها، بس أنا سويت لشان إياها مراحل. خيطت هذه وراح أرجع ألبس إياه، وأنا ما يحتاج إنه طول الزبونة يمي، بس مجرد آخذ طولها طبعا أقيسها على أي مرة يمي أختي بنتي عادي، إنه تاخذين قياسها كافي تلبسيها. حتى لو تكون طويلة قصير عليها طبعا هنا ما يأثر، لأنه أنتي عندك طول ثابت تاخذين على هذا الطول، تمشين ويا هذا الطول اللي أنتي ماخذته. حتى لو قصيرة تكون على اللي تقيسين عليها مو إشكال، يعني تعرفين يعني الزبونة بس مجرد تاخذين طولها تروح، ما تظل قاعدة يمش وقت، مرات مستعجلة أو ما عندها مجال أو تكون موظفة ما تقدر. إيه شوفي هنا هسه هذا الظهر. طبعا وصلنا الظهر. شوفي هم أخذت قياس الظهر. شوفي نفس الحالة، أشوفها من جوا تكون العباءة على طولها القياس اللي أريده، وهم أخلي دنابيس ونفس الحالة هم
أشرهن بالطباشير من جوا وأخيطهن وكل العباءة أفتر عليها نفس الشي، تطلع طول الأريدة والقياس مضبوط وحلوة وسهلة الطريقة طبعا. شوف هسه خيطتها بس هو ما مبين لأن خيط أسود طبعا وناعم ما مبين. هسه شوفي خيطتها، هذا خيط خيط العبي. شوفي هنا هاي طبعا جوا الردن هاي ال8 وأفتر على كل العبا. شوفي هنا هذا خياط ناعم كلش على القياس اللي أريده. هنا كملت عندنا الأخبانة، وهنا طبعا خلصنا خبانة العبا. وهذا طول المرة، شوفي شلون قياس حلو عدل والحمد لله. استودعكم الله حبايبي، لا تنسونا بلايك واشتراك.